عندي الحيوانات المنوية ضعيفة. ضعف الحيوانات المنوية أو قلة عددها أو ضعف الحركة أو التشوهات، لازم إن إحنا نتدخل بالثلاثة آليات للطب البديل. أول شيء الإبر الصينية، ثم الحجامة، ثم وصفة الأعشاب. وأيضا بنضطر إن إحنا نكتب وصفة دوائية من الصيدلية، بحيث إن إحنا نبقى جمعنا كل الأطراف اللي إحنا نستطيع أن نؤثر على المصنع المسؤول عن إنتاج الحيوانات المنوية وهم الخصيتين. أنا هقول الوصفة الأعشاب، ولكن يلزم زي ما بقول لحضراتكم الحجامة والإبر الصينية إن كانت الحالة فيها بعض البارامترز معينة، بعض القرايات المعينة اللي بنشوفها لازم نتدخل بالإبر الصينية. بالنسبة للوصفة العشبية، كأس من حبة البركة، كأس أو كوب من حبة البركة، كأس من حب الرشاد، تلت كأس من المرة، تلت كأس من المرة، وتلت كأس من الحلبة. هتخلط كل هذه المكونات جيدا، هتوضع في إناء زجاجي محكم، وهناخد منها معلقة متوسطة على الريق مع معلقة عسل، معلقة متوسطة على الريق مع معلقة من العسل. دي وصفة أو خطوة أولى. الخطوة الثانية، كيلو من عسل النحل هنضيف عليه 10 جرام من حبوب اللقاح، 10 جرام من غذاء الملكات، 10 جرام من حبوب اللقاح قلنا، 10 جرام من غذاء الملكات، 10 جرام من الحبة السوداء، و10 جرام من الجينسينج. كل هذه المكونات تقلب جيدا، هيبقى عندي كيلو عسل مخلوط عليه هذه المكونات. هتؤخذ معلقة على الريق ومعلقة قبل النوم يوميا مع الوصفة اللي احنا قلناها.